تخيلي معايا الصديقة ديالك اللي هي صاحبتك، اللي كنتي كتعتبريها بحال اختك وكتر. كنتي كتعاودي ليها اسرارك، كتشكي لها همك، كتعاودي ليها اي حاجه كتضرك، وحتى الحاجات اللي كتفرحك. بمعنى انك كنتي تيقه فيها بزاف، ما كتخبي عليها والو. وفي نهار توقع بيناتكم مشكله، كتكتشفي بلي داك السر اللي عاودتي ليها كيولي سلاح ضدك. وتخايلي معايا، هنا كيتطرح السؤال: واش هذيك اللي كانت صاحبتك البارح تقدر تكون عدوة اليوم؟ ولا حنا ما عارفين شكون دخلوا لحياتنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم بين السطور. وشكرا بزاف على الثقة ديالكم والتفاعل ديالكم مع المواضيع اللي كنشاركو معاكم. ومرحبا بالناس اللي انضموا لهذه القناة، مرحبا بكم كاملين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم حساس، كيوقع في حياة يعني بزاف ديال الناس. يمكن شي وحدة فينا دازت منه. صاحبتك اللي كانت قريبة منك، كانت بيناتكم عشرة، ثقة، أسرار، بزاف ديال الحاجات. ولكن من بعد ما مثلا وقع بيناتكم خصام ولا سوء فهم، ولا مهم تخاصمتوا، ولا بيناتكم دخل بيناتكم الشيطان، ولا أي سبب اللي خلى العلاقة تسالي. المشكل هنا ماشي في أن العلاقة كتسالي، المشكل كيفاش كتسالي، كيفاش هاد العلاقة كتسالي. حيت كاين فرق كبير بين جوج ديال الصحابات كانوا قراب من بعضياتهم، كيبغيو بعضياتهم، من بعد تفرقوا، كل وحدة مشات في طريقها، وقع بيناتهم خصام، سوء فهم، الشيطان دخل بيناتهم، تفرقوا، كلها مشات لحال سبيلها. وبين وحدة كتخرج من حياة صاحبتها وهي هزة معاها أسرارها، كلامها، كل شيء اللي كانت كتقولوا ليها. ملي كتوقع الخصومة بيناتهم، اشنو اللي كيوقع؟ كاع اللي مخبي كيبان، كاع اللي مخبي كيتفضح، واللي كان خاصو يبقى بيناتهم بجوج كيوصل للناس. السؤال هنا: واش فاش كتسالي علاقة ديال الصداقة مع وحدة، واش عندنا الحق نخرجوا أسرارها؟ الجواب لا، ما عندناش الحق، ما عندناش الحق نخرجوا أسرارها. هنا فاش كيبان المعدن ديال الناس، حيت كل واحد والطينة ديالو، يعني كل واحد وكيفاش خلقوا الله عز وجل. وهذا الشيء راه كنشوفوه في الواقع وحتى في المواقع. هاد الأمور هادي كنعيشوها في الواقع ديالنا، وكنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي المواقع كيولي المشكل كبر، يعني كتر واخطر من الواقع. علاش؟ لان هذاك الخلاف اللي كان غادي يبقى بين جوج ديال الصحابات كيولي، او دوك الاسرار اللي كانوا بين جوج، وفاش كيكون الخلاف كيولي وصل لمئات والاف ديال الناس، ما تيبقاش بيناتهم بجوج، يولي العالم كامل كيتفرج فيه. الاول كتخرج مثلا وحده، كتخرج كتلمح، كتعطي اشارات، الاخرى كترد عليها، كتلمح حتى هي، وكتلمح اكثر من الاولى. من بعد كيبداو الناس اللي هما المتابعين كيسولوا، كيجيهم الفضول، يعني خاصهم يعرفوا شنو واقع، شكون الظالم شكون المظلوم، وكل واحد كيشجع واحد الطرف، هل اللي مع وهل اللي ضد. ويمكن يزيدوا يشعلوا العافيه غير بالتعاليق ديالهم بلا ما يعرفوا الحقيقه. هنا الخلاف ما كيبقاش بين جوج، كيولي فرجه للناس، كيولي محتوى. ها علاش قلنا ان في المواقع كيولي المشكل كبير، لان الاسرار يعني كيشوفها العالم كامل وكيعرفها، يعني العالم كامل كيطلع عليها. السؤال: واش ما خصناش مازال نثيقوا بشي حد؟ يعني من خلال هادشي اللي كنشوفه سواء في الواقع سواء في المواقع، واش ما خصناش مازال نثيقوا بشي حد كيف ما كان؟ الجواب اللي بغيت نقول هو ان الثقه راها زوينه، الثقه شي حاجه زوينه تكون بين الناس، ولكن وسطروا لي على كلمه ولكن، يعني الثقه كتبنى مع الوقت، ماشي من الدقه الاولى كتثقي في الانسان وكتبقاي تعطيه اسرارك.
الثقة مع الوقت كتبنى، وكتأكدها لينا شنو المواقف، هي اللي كيبينوا لنا واش داك الانسان فعلا نثيقوا فيه ولا لا، بالمواقف بالتجارب. حيت الانسان ممكن يبان لك مزيان في الاول من خلال المعامله ديالو ليك، من خلال الاهتمام ديالو بيك، الكلام الزوين اللي كيسمعك الى غير ذلك، ولكن وقت الخلاف كيبان الانسان على حقيقته. هنا كاين واحد الجانب اللي ما خصناش اخوتي نستهنوا به، اللي هو الجانب الديني. شنو تيقول الدين ديالنا في هذا الشيء؟ سمعوا واحد الحديث قالوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شنو قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. سمعوا العلامة الثالثة: وإذا اؤتمن خان، كما جاء في الحديث. هما كلهم مزيانين، هاد العلامات كلهم، حيت الآيات المنافقة شنو كنعنيو بها؟ يعني العلامة اللي كيمتاز بها المنافق، يعني كلهم مزيانين وما خصناش نتصفوا حتى بشي وحده فيهم. ولكن حنا هنا كنتكلموا على خيانة الأمانة، على فضح أسرار الناس. داكشي علاش خصنا نركزوا على هاد الكلمة الثالثة، لأن الأمانة شحال واحد كيعتبر الأمانة فلوس ولا شي حاجة مادية. لا، يعني الأمانة ماشي فلوس، ماشي غير فلوس ولا ماشي ماديات، لا، حتى السر إلا قالوا لك شي واحد راه أمانة، وخاصك تحافظ على ديك الأمانة، وإلا غتحاسب عليها غدا أمام الله سبحانه وتعالى. صاحبتك ملي عاودت ليك على الضعف ديالها، على مشاكلها، على الأمور اللي كتخصها، راه ما بغاتش الناس كاملين يعرفوها. يعني انتي تقت فيك او انت تق فيك هذاك الصديق، فما يجيش اليوم وداك الشي كامل اللي عاود لك، او داك الشي كامل اللي عاودته لك هذيك الصديقة، ترديه سلاح ضدها. فممكن الانسان يعني يختلف مع اخوه، مع الصديق ديالو ومع الصديقة ديالها، ممكن يبعدوا الا ما تفاهموش. ولكن الا وقع بيناتهم شي، مثلا وقع بيناتهم مشكل وبعدوا، فهاد الشيء كيتعتبر امر طبيعي عادي. كما كنقولوا حنا واحد المثل مغربي: راه المصارن في الكرش وكيدابزوا. ولكن اللي ماشي عادي هو انك تخرجي الاسرار ديالها وتولي تحاربيها بها. فالعلاقه الى سالات اخوتي تبقى الاخلاق، كما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.